دكتور احمد، طب بالنسبه للمرضى اللي عندهم كوليسترول، حضرتك عارف ان ممكن بعد فتره يلخبط شويه في الاكل، يبتدي ما يبقاش مركز قوي في الدهون اللي هو بياخدها، وممكن حتى الكوليسترول ليفلز بتاعته ممكن ما يكونش بيتابعها غير على فترات متباعده. فهل الدهون بتلعب دور في احتماليه حدوث سكته دماغيه؟ هو ده سؤال مهم جدا. اولا بس انا عايز اقول الناس كلها بتخاف اول ما تيجي يجي لفظ كوليسترول، بس طبعا الحقيقه الكوليسترول وباك العالي من اهم الاسباب اللي بتؤدي وباك لحدوث تصلب الشرايين. خلينا بس نشرح الموضوع. الكوليسترول بيتشال على مركب وباك. المركب ده اسمه لايبوبروتين. عندنا لو دينسي لايبوبروتين اللي هو قليل الكثافه، وده بياخد الكوليسترول وباك ويخليه يترسب في الشرايين. تمام. وعندنا هاي دينسي لايبوبروتين اللي هو الكوليسترول اللي هو باك عالي الكثافه، اللي هو النافع اللي بياخد الكوليسترول وباك ويحطه في الكبد وباك عشان وباك الجسم يستفيد منه. تمام. احنا الحقيقه لما المريض لا قدر الله يحصل له سكته دماغيه لازم بننزل بمعدل الكوليسترول وباك الضار اللي هو اللو دينسي لايبوبروتين لمعدلات حتى اقل من المستوى الطبيعي. ده الحقيقه بنحققه بقى جزء منه التغذيه والرياضه، والجزء التاني الحقيقه انه الادويه دي سواء بتقلل من تصنيع الكوليسترول او بتمنع امتصاصه، او الحقيقه طبعا في تقنيات حديثه جدا بقى اجسام مناعيه مضاده ضد المستقبلات بتاعه الكوليسترول. ولذلك احنا بننصح اي مريض وباك عنده سكته دماغيه انه يتابع مع طبيب متخصص وباك في علاج السكته الدماغيه علشان يسيطر على كل عوامل الخطوره وما تتكررش السكته الدماغيه مره تانية.